أزمة رمضان صبحي انفجرت في الآخر الاتنين مع بعض اتحبس في القضية بتاعة التزوير، وفي نفس الوقت إيقاف 4 سنين من المحكمة الرياضية. طيب أولًا القضية بتاعة التزوير أنا بصراحة ما أعرفش، يعني ما أعرفش إذا كان فعلًا هو حد يعني بعت حد وادّى له فلوس إن هو يدخل يمتحن مكانه والّا لأ، لكن لو كان فعلًا حصل خلاص يعني لو ثبتت التهمة دي عليه هيتعاقب، يعني دي ما فيهاش كلام. الموضوع بتاع المنشطات بقى ده اللي أنا مش فاهمه، يعني الموضوع ده بالنسبة لي أنا غريب. يعني هو في الأول قال لك أصل العينة مش عينة إنسان، تمام، وبعد كده قال لك إنه العينة فيها منشطات فهنوقفه، تمام، وبعدين قال لك لأ والله العينة طلعت سليمة فمش هنوقفه، يرجع يلعب، رجع لعب، وبعدين قال لك لأ والله ده مش عارف مين استأنف فالمحكمة مش عارف إيه فتوقف دلوقتي 4 سنين. الموضوع فيه حاجة غريبة أنا مش فاهمها، يعني موضوع المنشطات ده أنا مش فاهمه. دلوقتي الولد طلع له قرار بايقاف 4 سنين، وهاني زهران المحامي بتاعه قال ان هو بدأ يتخذ خطوات عشان خاطر يحاول يصلح الموضوع ده مع المحكمة الرياضية. القضية التانية على ذمة هو محبوس للأسف على ذمة القضية. طبعا ربنا يفك كربه ويفك ان شاء الله ازمته. لكن اللي انا مستغرب له انه في ناس شمتانه، انا مش فاهم الناس اللي شمتة دي، يعني انتوا جنس ملتكم ايه او انتوا تبع مين؟ يعني انت خلاص الراجل اللي هو شتمك ولا هو جه ناحيتك ولا جه ناحية أي حد يخصك، وهو في أزمة دلوقتي سواء أخطأ أو ما أخطأش وهو في السجن، فحضرتك شمتان ليه؟ أنا مش فاهم. يعني اللي شمتان في رمضان صبحي لا، أنت محتاج تراجع إنسانيتك، محتاج تراجع يعني أنت نفسك مين؟ أنت تساوي إيه؟ محتاج تراجع نفسك.